السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة. نتمنى يا رب تكونوا كلكم بخير وعلى خير، احوالكم واموركم يا رب مزيانه. من بعد واحد الغياب اللي هو طويل، اليوم رجعت لكم بواحد الوصفه صراحه اللي بغيت نصايبها لراسي، قلت ضروري غنتقاسمها مع صحاباتي. اليوم البنات غنتقاسم معكم واحد الوصفه ديال الشعر. راكم عارفين من بعد يعني الفتره ديال الصيف، ما خلينا بحر ما خلينا لا بيسين، الشعر ولا حالته. وضروري قلت غنتقاسم معكم هاد المكونات اللي خديت. مشيت البارحه للعطار، خديت الغرق ديال العشوب اللي هما شي حاجه طوب للشعر، الملتقى الصيف، التاليف، الجاف اللي كيطيح ليها الشعر، اللي بغات ترطب شعرها. يعني انا جمعت واحد الكميه ديال الحويجات اللي هما زوينين وكينفعوا الشعر ديالنا، وغنحطهم لكم في هذه الوصفه. يعني العشوب بالتفصيل، يعني كل حاجه بسميتها غنحطها لكم البنات في صندوق الوصف، باش هكا تهزوا العشوب تمشيو تاخذوهم عند العطار. بالنسبه لهاد العشوب البنات انا خديت درهم من كل حاجه على حسب يعني العشاب او العطار واش كيعطي كميه اللي هي قليله بحال درهم. باستثناء شي حوايج ما كايناش فيهم درهم، بحال القرنفل كاينه فيه 5 دراهم، بحال حب الرشاد تا هو ما فيش درهم. يعني كاينين اللعيبات اللي ما فيهمش البنات بحال هكا درهم. انا خديت درهم حيت كافيين، يعني راه اللهم بارك راه فيهم الخير والبركه. وديجا انا عندي شي عشب في الدار ما خديتهمش، يعني كانوا عندي متوفرين، خديتهم عندي في الدار زدتهم على هاد العشب كاملين. تما البنات غنقول لكم شفهيا شنو كاين. المهم راه كيما قلت لكم غنحط لكم في صندوق الوصف. المهم كاين تما الكركه ديال البنات، الحلبه، الخزامه، القرنفل، الريحان، البابونج، الزاز، العرعر، الزعتر، الورد، زريعه الكتان، الزنجلان، المورينغا، وكذلك الحرمل والحبه السوداء. ومن بعد زدت عليهم انا من عندي كما كتشوفوا الزعتر، وزدت عليهم الحنه. وهذا اللي كتشوفوا عندي في الميكار البنات ورق الصدر، طحنته على يدي كنديروا للشعر. وهنا ضفتو للوصفه كما كتشوفوا، راه تبارك الله ما شاء الله، راه غير العشوب حاجه تنسيك في الاخرى. يعني كل حاجه راه عندها واحد الفعاليه للشعر ديالنا. والله طبيتي للبنات كيبان ليا واعر شي حاجه صراحه الله. واحد الحاجه طب والريحه ما نعاودش لكم. المهم غناخذ هادشي كامل غنطحنو، ومن بعد ملي غنطحنو غنتلاقى معاكم. بالنسبه للطحين ما غاديش نديرهم بودره كما غادي تشوفوا معايا هنا، مهرمشين هانتوما. وغادي نقسم هاد الكميه، نقسمها على البنات جوج قريعات. من بعد طبيعه الحال ما غادي نضيف هنا ورق الصدر، كنت خديته نقيته كيلو، نقيته حيت لي داك الشوك وداك الزبل اللي فيه وطحنته وخليته بحال هكا. كنديروا ماسك لشعري. هاد الوصفه غنتقاسمها معكم في فيديو اخر. هنا راه ضفت كميه كثيره لهاد الوصفه بحكم الفوائد ديالو صراحه الله اللي واعره في كثافه الشعر وكذلك انبات الشعر. وغادي نضيف شويه الحنه حتى هي راه مغذ ديال الشعر، ولكن الناس اللي كيكون عندهم الشعر كيتنشف لهم الشعر ديروا بحالي هكا هاد المعلقه ونص، الله يجعل شي بركه. ما غاديش نزيد كميه اخرى، وغنخلط كلشي. ومن بعد غنقسمهم على جوج بواطات. الكميه الكثيره غنخليها غادي نخدم بها ماسكه للشعر، وكذلك غندير بها بخاخ. والكميه اللي قليله غنديرها في الزيت. غناخذ هاد العشوب وغادي نديرهم في شي كاسرونه، غندير عليهم اما زيت الروميه اما زيت العود اللي بغيتو نتوما. كديروا على حمام مريم حتى كيدفى لينا داك الزيت، والعشوب ديالنا كيطلقوا المنافع ديالهم. وكنرشعوا لشي قريعه كنخليو واحد السيمانه شي بلاصه اللي هي مظلمه. كل نهار كنهزو ديك القرعه كنحركوها باش دوك العشوب يتخلطوا لينا مع الزيت ويطلقوا. صافي كدوز السيمانه كنبداو نشقوا بها شعرنا. بالنسبه للطريقه البنات كل وحده واللي مناسبه. كاين اللي غتبغي تشق بها شعرها الا كانت غادا الحمام او غتعوم في الدار تخليه مده ساعتين. وكاين النوع الاخر اللي كيبغي يدهن شعره، يعني
مثلا انا ندهن شعري اليوم، نخليه واحد يومين ونغسله. يعني كتبقى لكم طريقه الاستعمال على حسب شعركم نتوما. بالنسبه لي انا كنشق بشعري وكندوش، ومن بعد كنزيد غير شويه، كندير غير اطراف ديال الشعر ديالي وكنخليه 3 ايام وكندوش. هانتوما البنات. وبالنسبه للبخاخ حتى هو راه زوين بزاف في الشعر، غير بحكم دابا هو مقبلين على فصل الشتاء، البخاخ ما صالحش صراحه. اللهم ماسك للشعر مره في السيمانه، كتخلطيو مع الحنه ومع ورق الصدر، او انك كديري دوك العشب فقط كديري بهم ماسك. وبالنسبه للماسك الا بغيتو ديروا ماسك، مثلا انا كناخذ 2 بيضات، كنضيف عليهم هاد الحشوب، كنخلطهم اي نوع من الزيوت اللي متوفرين عندكم، زيت جوز الهيد، زيت الخزامه، زيت الخروع، زيت العود، اي زيت كتخلطوه وكديروه على شعركم. صراحه نتيجه اللي هي طوب البنات. وهذا هو الفيديو ديالنا والوصفه ديالنا اليوم، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. وما تنساونيش من لي لايك، صراحه الله عمري ما طلبتكم بالالحاح على لي لايك وعلى البارطاج. بغيت نرجع انني نحط لكم المحتوى، ولكن خاصني الدعم.